بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم ريفيو سريع على كتاب التأسيس السليم سنة رابعة ابتدائي العربي. بصوا انا مبهورة بالكتاب صراحة. الكتاب سعره 120 جنيه، سعره هايل جدا. صفحاته ما شاء الله ما شاء الله 383 صفحة. كمان معاه كتاب المراجعة. آه برضو كمية لا بأس بها، ما شاء الله. المراجعة برضو حوالي 200 صفحة، فما شاء الله 500 صفحة. وبالسعر ده هايل هايل هايل. طبعا بالإضافة ل محتويات الكتاب وطريقة شرح المواضيع. احنا اتعودنا في كتاب التأسيس السليم في بقية الريفيوهات اللي انا عاملاها قبل كده للسنين اللي قبل كده، طريقة معينة في الشرح بالنسبة لسنة رابعة ما اختلفتش كتير، ولكن بشرح افضل واعمق والموضوع سلس وجميل. جايب نص الاستماع وطريقة برضو يعني زي خريطة كده للكتاب في الأول. تمام. بعد كده الأنشطة بتاعة التأسيس السليم زي مراجعة في الأول خالص على النحو، قواعد النحو. تمام. كل دي أسئلة. 208 اختيار، بحيث ان يعني الطالب يطلع عارف كل حاجة. تمام. بعد كده نشاط 2، اللي هو السؤال بتاع أكمل بالموجود بين القواس، سواء اسم إشارة، ضمير غائب، أداة نفي، علامة ترقيم، وهكذا. دي برضو كتير. بصوا يعني الأنشطة كتيرة جدا، حوالي كام نشاط هقول لكم. كل دي أسئلة أسئلة أسئلة، يعني كتاب جوه كتاب، مراجعة جوه مراجعة، ما شاء الله. موضوع جميل جدا. تمام. نشاط 35، نشاط 42. لا يعني الموضوع ما شاء الله، كل دي أنشطة واختيارات. وبعدين جايب تقييم تاني زي اختبار كده. تمام. برضو على جايب قطعة ونستخرج منها حاجات، وبعدين جايب الاختيارات، وجايب أسئلة اختيارية وصورة ونعبر عنها بجملة، وبعدين قصة. كل ده لسه ما دخلناش في المنهج. وبعدين الفقرة المعلوماتية اللي هو زي حاجة تعبيرية صغيرة كده، والخط النسخ والإملاء. تمام. طيب بعد كده بادئ الدرس، قصة الاستماع. طبعا قصص الاستماع مش موجودة في المنهج. المعنى، الكلمات بمعانيها، مفرد وجمع ومضاد وهكذا. تمام. بعد كده أنشطة كتيرة جدا كالعادة، أنشطة كتيرة جدا. كل ده احنا لسه في أول درس. تاني درس نفس الكلام. أنا بس عايزة أبين لكم إن كل درس فيه كده. وبعدين لما يجي مثلا حاجة قواعد نحوية برضو، يعني مش مستقلة بذاتها، ولكن بيشرحها بطريقة حلوة جدا. شايفين الجمال. طيب دي الدروس اهي، خلاص. أسئلة وتحليل واختبارات، كل شوية أسئلة أسئلة، يعني الموضوع جميل جدا. طيب عايزة أوريكم كمان. بصوا الاختبارات، بصوا قد ايه اختبارات. بصوا اختبار أول، متحرر القراءة، اللي هو المتحرر اللي هي القراءة المتحررة. تمام. اختبارات بعد كده الموضوع التالت، واختبارات. تمام. حاجة هايلة وعظيمة جميلة جدا جدا. معاني ومفرد والأسئلة بعد كل درس. تمام. الكتاب الصغير ده بقى، ده كتاب لوحده، يعني عايز برضو ريفيو لوحده خالص. بصوا الكتاب عبارة عن ايه. أول حاجة في مراجعات قواعد نحوية، في المهام الأدائية، في 300 نص قراءة متحررة،
من محافظات مصر، من اختبارات المحافظات كلها، في قواعد إملائية، في خط عربي عشان تحسين الخط، في 60 قطعة نحو، وفي اختبارات التأسيس السليم، المراجعات النهائية، وفي نماذج اختبارات الفصل الدراسي لجميع محافظات مصر. بصوا يعني انتوا كده العربي مش محتاجين في حاجة. التعبير الكتابي، النص، القراءة المتحررة، الاستخراجات، المعاني، الصح والغلط، هايل 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 بطريقة أنا مش قادرة أوصف جماله. وطبعا في جزء اللي ورا خالص بتاع الإجابات. تمام. الكتاب سعره هايل، عجبني جدا سعره جدا 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 جدا. سعره حلو جدا، وبنشجع الناس اللي بتنزل طبعات بأسعار في متناول جميع أولياء الأمور. ب120 جنيه، رائع رائع، مع الكتاب الصغير كمان دوت حوالي 500 ورقة كلهم. الموضوع جميل ورائع وشرحه هايل. بنشكر القائمين بدور نشر التأسيس السليم بصراحة. بصراحة مش سايب حاجة سواء قواعد نحوية أو لغوية أو شرح، تدريبات من كتر التدريبات والشتات اللي جوه. انتوا مش محتاجين تطلعوا بره الكتاب، يعني مش محتاجين نصور حاجة من بره، مش محتاجين شتات، مش محتاجين نجيب كتاب نحو خارجي، مش محتاجين نتدرب على امتحانات من بره، مش محتاجين أي حاجة. كتاب ممتاز. يا ريت نعمل سبسكرايب، نتابع القناة. استنوا كل جديد، واي ريفيو لكتاب جديد معانا هتشوفوه. مع السلامة.